عليكم مشاهدينا الكرام، كنتمنىكم تكونوا بخير. اليوم غادي نعملوا ان شاء الله خبز المطلوع اللي كيجي اكثر من رائع ومفشفش، كيجي على هذا الشكل. تبعوا معايا المقادير والطريقه وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. بسم الله. اول حاجه عندي هنايا زلافه ديال الدقيق الرطب، عندي هنايا نفس الزلافه نفس العبار كنعبروا بها دقيق الفينو. لما كانش عندكم دقيق الفينو عملوا سميده رقيقه. عندي هنا ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، عندي القليل من الملح، عندنا ملعقه صغيره من السكر سنيده. بسم الله. نعملوا الدقيق ديالنا على هذا الشكل. كيكون عندي هنايا الماء دافي، كنخلط جميع المكونات بهذا الشكل هذا، والماء غنضيف شويه بشويه بهذه الطريقه. الماء يكون غير دافي، ما يكونش سخون بزاف. هنا كتضيفوا الماء غير شويه بشويه وكتخدموا، ما نضيفوش الماء مره واحده باش ما تجيش العجين ديالكم خفيفه بزاف وتضطروا تزيدوا الدقيق. هنا غادي نزيد القلب من الماء على هذا الشكل، وغادي نخدم العجين ديالي مزيان على هذا الشكل. أنا باش طلع لك الخبز المطلوع كيجي غزال ومفشفش وهشيش، هي خص العجينه تخدم مزيان، تجي خفيفه شويه باش كيطلع لك خبز مطلوع مهوي مفشفش رائع. هنا غادي ندلك واحد 3 دقائق مزيان على هذا الشكل. بعد ما دلكتها مزيان غادي نفردها على هذا الشكل. غادي نزيد عليها القليل من الماء بهذا الشكل هذا، وهذا الماء كنخدمه بهذه الطريقه باش كيدخل الماء في العجين، لاننا بغينا العجين تكون خفيفه شويه باش يطلع المطلوع فشفش وغزال. هنا العجين ديالنا بعد ما خدمتها مزيان غادي نزيد له نقيطه الماء على هذا الشكل، غادي ندخلها فيها مزيان في العجين. هذا الماء على هذا الشكل هذا غيطلع لكم واحد المطلوع اللي غادي تشكروني عليه وكيجي اكثر من رائع. المبتدئين واللي حريفيين فهو اسرار باش يطلع لكم المطلوع، هو خص العجين يجي خفيف. كل ما خدمتوها مزيان كل ما النتيجه غتطلع لكم رائعه. في العجين ديالنا ما شاء الله طلقت مزيان. من بعد ما خدمت بالعجين ديالي مزيان كتجي على هذا الشكل ما شاء الله. هذا الشكل ديالها كنجمعها بهذه الطريقه. غادي نعمل لها القليل من الزيت ندهن به بهذا الشكل، وغادي نجيب بلاستيكه بهذا الشكل. جيبوا واحد بلاستيكه وتعملوا العجين ديالكم على هذا الشكل، وخليو الميكه ديالكم اللي كتكون واسعه باش العجين كتجبر فيه كتخمر مزيان بهذا الشكل هذا. وكنغطيها بهذا الشكل، وغادي نخليها 40 دقيقه ونرجعوا نكملوا على الطريقه. هنا العجين ديالنا ما شاء الله من بعد ما خمرت ضاعف الحجم ديالها. كنخلي هذه المده على هذا الشكل، يكون فيها الزيت ما كيتساسقش قليل، كيتساسق ولكن كيزول لان فيها الزيت على هذا الشكل. هنا نجمع العجين ديالنا على هذا الشكل، وغادي نقسم العجينه هنا
على 4 ديال الكويرات. بسم الله. نقسمها على 2 على هذا الشكل، من بعد على هذا الشكل، كورة بهذا الشكل، انها ما شاء الله خفيفه. العجين ديالكم كل ما كانت خفيفه كل ما كتجي الخبز ديالها ما شاء الله. هنا كنعمل القليل من الفينو هنا في هذه الانيه، غادي نعملها على هذا الشكل بلا ما نضيع الدقيق بزاف، بهذا الشكل. كنعمل بهذا الشكل هذا. كنستمر حتى نساليهم كاملين. هنا الخبيزات ديالي دابا كنطلق وحده بوحده على هذا الشكل هذا، ما تطلقوهاش بزاف، خليوها بهذا الشكل سنتيم ونص صافي. هنا كنكون عملت واحد الطريف ديال الثوب، كنعمل عليه شويه ديال الدقيق وغنزل عليه العجين ديالي على هذا الشكل. بسم الله. صافي نستمر كامل على هذا الشكل تنساليهم. هنا العجين ديالنا من بعد ما قرصتها على هذا الشكل غنخليها تخمر 15 دقيقه، لانها تبارك الله خمرت 40 دقيقه في الاول، ودابا 15 دقيقه وندوزو مباشره ان شاء الله نطيبوها. هنا العجين ديالنا مباشره من بعد ما خمرت ما شاء الله فقاعات فيها، فالعجينه ناجحه 100%. هنا غنعملو المقله فوق النار. هنا عملت المقله ديالي كتسخن على النار اللي كتكون متوسطه. كنعمل العجين في المقلاة، غير كنحس بها بدات كتنفخ شويه كنقلبها، ما كنخليوهاش حتى طيب، لان خبز المطلوع هي هذه خصها ضروري تقلب، تبقاي معها شويه بشويه. ما شاء الله بدات كتنفخ. باش تعرفوا العجين ديالكم ناجح 100%، هي ان كيبداو يبانوا فيه الفقاعات والجوانب عاد يبداو يتنفخوا كيطيبوا، كنعرفوا بانها كتنفخ. هنا غادي نقلبها، لان ما بغيتش نخليها تطيب وتحمر على هذا الشكل. استمروا معها غير شويه بشويه، كتبدا تنفخ ما شاء الله. غيطلع لكم واحد المطلوع رائع من اول تجربه ديالكم ليه، فغتعشقوا هذا المطلوع هذا وغيرجع عندكم محبوب، لانه كيجي اكثر من رائع. هنا العجين كتبقاو تحركوها بهذا الشكل هذا، كدوروها لانها كتبغي شويه الخطر هذا الخبز، ولكن كتطلع ما شاء الله. نعاودو نقلبوها على هذا الشكل، هي بدات كتحمر، كتبداو بهذا الشكل هذا كدوروها، نعاودو نقلبوها. انها كتبدا تنفخ من الجوانب، كتعرفوها بانها عجينه ناجحه. هنا عاود قلبتها وكنحركها على هذا الشكل، ما شاء الله بدات كتنفخ. تبارك الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. باش تعرفوا الخبز ديالكم ناجح 100%. شوفوا كيفاش تنفخ ما شاء الله. كتضغطوا من الجوانب بهذا الشكل باش كتطيبكم حتى من الجوانب، غتجي من الداخل ديالها خاويه مفشفشه ما شاء الله كتنفخ. بعد ما طبقنا على الوجه ديالها وقلبتها، هنا كنطيب الجوانب على هذا الشكل، كنوقفها حتى كيطيبوا كاملين.
ونستمر. خبزينا هي هذه من بعد ما زولتها كتجي رائعه، ونستمر حتى نساليها كامله، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. كنصيحه، ملي تخرجوا الخبز ديالكم مباشره باقا سخونه كتغطيوها بالزيف باش ما كتقصحش كتبقى رطبه. هنا الخبز ديالنا من بعد ما وجدناه ديال المطلوع فهو كيجي اكثر من رائع، وكيجي مفشفش ما شاء الله، كيجي محمر، كيجي على هذه الطريقه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، فهو كيجي مهوي على هذا الشكل، كيجي اكثر من رائع. كنتمنىكم تجربوه، فهو رائع بمعنى الكلمه. الى اللقاء، الفيديو القادم ان شاء الله.